السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض الفراخ المقرمشه او البروستد. هنعملها بطريقه سهله جدا جدا يا جماعه ولذيذه جدا جدا. سامعين الصوت؟ مقرمشه مقرمشه يعني مش كلام، حلوه جدا جدا. هنعملها بطريقه سهله النهارده ان شاء الله ولذيذه جدا ومستويه من غير سلق ولا اي حاجه. ان شاء الله هتعجبكم جدا. معاكم ساره عبد العاطي. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا على طول ندخل في الوصفه. هجيب هنا معايا لتر ميه وهحط فيه فلفل اسود حصى، واحط فيه شرايح من الليمون، واحط فيه عصير نص ليمونه، وكمان هحط فيه معلقتين كبار من الملح ومعلقتين كبار من السكر، واحط كمان ربع كوبايه خل. ده المحلول اللي انا هنقع فيه الفراخ علشان تبقى طريه وعلشان تشيل منها اي روايح او اي زفاره، لان انا طبعا مش هسلق، هسوي على طول في الزيت. فده هيساعد ان الفراخ تبقى ريحتها حلوه. هجيب الفرخه بتاعتي، المفروض انها ما تكونش اكتر من كيلو 200 جرام. كل ما قل كل ما كانت افضل. مقطعها 8 حتت وغسلها كويس جدا جدا ومصفياها، واحطها هنا بقى في المحلول بتاعي. المحلول ده عامل زي ما يكون بعمل مخلل سريع، فهيخلي اللحمه طريه جدا بتاعت الفراخ وهيخليها تستوي بسرعه جدا وما تاخدش وقت على النار. نقعتها ليله كامله في التلاجة او من 4 ل 6 ساعات. هجيب هنا التوابل بتاعتي، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود وزعتر وبابريكا، ومعلقه كبيره من الملح. هخلط كل التوابل بتاعتي ديت على بعض. ودي بقى التوابل اللي انا هستخدمها مع الفراخ، هتبل بيها الفراخ وهستخدمها في الطبقه الخارجيه اللي هحطها على الفراخ من بره. وكمان زودت هنا معلقه كبيره من بهارات الفراخ. بعد ما غسلت الفراخ بتاعتي كويس من محلول النقع وصفيتها كويس جدا جدا، هبدا ان انا اقطع فيها، اعمل فيها فتحات كده تكون واصله لحد العظم بالشكل ده. هيساعد برضو معايا ان التتبيله تدخل كويس جوه الفراخ وتستوي بطريقه سهله وسريعه. هبدأ بقى اجيب البهارات بتاعتي وهحطها على الفراخ. هحط نص كمية بالظبط على الفراخ. اتأكد ان الفراخ يا جماعة ناشفة جدا جدا ومصفيها كويس جدا، مفيهاش ولا نقطة مية. ده هيساعد ان التتبيلة تدخل كويس جدا جوه الفراخ وتتبل حلو. زي ما انتم شايفين اهو، دخلنا التتبيله كويس في كل الفتحات اللي انا عملتها واتغطت كويس. هجيب بقى هنا كوبايه من الحليب واحط عليها معلقتين كبار من الخل. معلقتين كبار من الخل دول هيخلوا الحليب بتاعي يبقى عامل زي الرايب. شايفين تكتل ازاي بسرعه؟ هحط بقى الحليب بتاعي على الفراخ وهقلب كويس. الحليب ده هيخلي الفراخ بتاعتي تكون طريه اكتر. بعد ما اقلب كويس جدا هغطي الفراخ واحطها في التلاجة من 2 ل4 ساعات. هتكون شربت كويس جدا التتبيله. هحضر بقى الخليط بتاع التغطيه، 3 كوبايات من الدقيق عليهم نص كوبايه من النشا والخلطه بتاعت التوابل اللي انا عملتها. هقلب كويس وهطلع الفراخ بتاعتي من التلاجة وهجهز معايا ميه ساقعه والطبق اللي هحط فيه الفراخ. هطلع الفراخ واحطها على الخليط بتاع التغطيه. هقلب كويس زي ما انتم شايفين واتاكد انها اتغطت من كل النواحي. وبعدين هنزلها في الميه يا دوب تتغطى من كل ناحيه من الميه واخرج على طول. واحطها مره كمان في الخليط اللي انا عاملاه بتاع التغطيه. ده هيخليها تبقى مرمشه اكتر والطبقه اللي بره هتبقى جامده جدا ومش هتفك معايا. هنعمل واحده كمان مع بعض. هاخدها من التتبيله بتاعتي واحطها في خليط التغطيه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. وبعدين هحطها في الميه البارده تتغطى من كل ناحيه، وهطلعها احطها مره كمان في خليط التغطيه. ده هيساعد ان الطبقه اللي بره تبقى سميكه اكتر وتبقى مقرمشه اكتر. عندي حلة على النار فيها زيت غزير وسخن والنار عالية زي ما احنا شايفين. هحط بقى الفراخ بتاعتي من قطعتين ل3 قطع على حسب الحلة، وسع الحلة بتاعي، بس مكترش علشان الفراخ تبقى مقرمشة ومتاخدش وقت كبير في السوا. اول 5 دقايق النار عالية وبعدين 10 دقايق النار هادية، وهطلع على طول مش اكتر من ربع ساعة يا جماعة، لان احنا اصلا نقعينها ومحلول النقع ده هيخليها تستوي بسرعة. ما تقلقوش، 15 دقيقة بالظبط هنطلع. بعد ما استوت هنا هنطلعها على مصفى زي ما انتم شايفين، مش على منديل، علشان تفضل مقرمشة وما تلدنش معايا. يبقى نركز مع بعض في خطوات التسوية. النار بتكون عالية والزيت بيكون سخن 5 دقايق الاول، وبعدين بوطي وبسيبها 10 دقايق تستوي واطلعها على طول 15 دقيقة بالظبط. طبعا صوت القرمشه يا جماعه كانت مقرمشه جدا ما شاء الله، وكان طعمها حلو جدا جدا، مستويه 100%، ما كانش فيها ولا نقطه دم. متاكده انها هتعجبكم جدا لو جربتوها. عجبت الاولاد جدا واحلى وانضف بكتير من بتاع بره. اتمنى تكون وصفه عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تدعموني بلايك واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.